ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا عن ازاي نغير من مفهومنا الفكري وازاي نتعامل مع التعليقات السلبية، ولما حد يجي يتريق علينا او يحرجنا او يدينا اي تعليق سلبي مش كويس. وانا بنصحك تتفرج عليه لان الفيديو ده هو اللي هيأهلك نفسيا انك تتكلم انجليش، او لما تيجي تحاول تتكلم انجليش تتعامل ازاي مع الناس اللي هتحرجك او تديك اي تعليقات سلبيه او تقول لك اي حاجه فيها كلام مش كويس. اذا كنت هتتفرج على الفيديو ده الاول وبعد كده تروح تشوف الفيديو التاني، او اذا كنت هتتفرج على التاني وترجع تشوف الفيديو ده، مش فارقه، ولكن المهم ان الفيديوهين دول بيكملوا بعض. الفكره هنا ان احنا لازم نغير مفهومنا وافكارنا لتعلم اللغه الانجليزيه. فهسيب لك لينك الفيديو تحت في الوصف او في الاي هنا او هنا، مش عارف بصراحه، لسه مش عارف هعملها ازاي، بس الاكيد ان شاء الله هسيبه في الوصف عشان ترجع تتفرج عليه. حاليا بقى هنخش في النقطه الثانيه، وهي ازاي نغير من فهمنا التعليمي. من المهم جدا اننا نعرف ازاي نغير من فهمنا التعليمي وايه هي مراحل تعلم اللغه الانجليزيه. واول مرحله من المراحل هي فكره تقبل الاخطاء. فلازم تحط في دماغك ان انت هتغلط وهتغلط كتير جدا. لازم تتقبل ان انت هتغلط وهتغلط كتير. فبالتالي بعد ما تغلط انت بتتعلم. بما انك بتتعلم لغه جديده، حط بين قوسين كده فكره ان اللغه دي انت ما تعرفهاش. تغلط كتير مش مهم، انت هتتعلم اكتر. ليه انا بقول لك كده؟ لان بكل بساطه الاخطاء جزء من الرحله، وزي ما انا قلت لك قبل كده اللي انت حاططها بين قوسين دي حاجه انت بتتعلمها جديده، حاجه ما تعرفهاش، فبالتالي انت هتغلط. لازم تتقبل ان انت هتغلط وهتغلط كتير. المهم ان انت تتعلم من الاخطاء اللي انت هتعملها دي وتصححها، وبالتالي انت هتتعلم اكتر وقت. ولازم تدي لنفسك الوقت الكتير، يعني مش من اول شهر او اول شهرين او 3 شهور. انت تقول لنفسك هو انا ليه مش بتعلم؟ اكيد هتتعلم في خلال ال3 شهور اي حاجه، فبالتالي اول شهر هيبقى غير تاني شهر غير تالت شهر. وحط في دماغك ان انت لو بتعرف تتكلم انجليش هتتكلم عادي، هتتعلم ليه بقى؟ وطالما انت موجود هنا دلوقتي وبتتفرج عليا، فانت حد ما تعرفش اي حاجه عن اللغه الانجليزيه وعاوز تطور من نفسك وعاوز تتعلم. واكيد انت عارف ان مفيش حد مش بيغلط، ولكن في حد بيدي للموضوع اكبر من حجمه، وحد تاني حاطط الموضوع في حجمه الطبيعي وعارف انه بيتعلم، فبالتالي الموضوع مش واخد منه اي مجهود او تعب. وما تحطش نفسك تحت ضغط، لانك مش من يومين او من شهر او من 3 اشهر هتتعلم انك تتكلم زي الاجانب بالظبط. وفكر فيها، لو اي حد راح الجيم عشان يبني جسمه او يبني عضلات لازم ياخد وقت ومجهود ويتعب قوي عشان خاطر يبني الجسم المثالي اللي هو بيحلم بيه. الطفل الصغير لما بيجي يمشي بيقع اكتر من مرة عشان بعد كده يقدر يمشي. النقطة التانية اللي انا عايز اتكلم فيها، مفيش حاجة اسمها انجليزي مبسط. الموضوع مش سهل، ولكن الموضوع مش مستحيل. وزي ما انا عملت كده انت تقدر تعمل ده، ويمكن تعمل احسن مني كمان. ولكن الموضوع لازم ياخد منك مجهود وتعب. انا مش هحط لك الكلام في دماغك من غير ما انت متراجع وتذاكر، او تقعد وتدي للموضوع حجمه وتدي للموضوع وقت ومجهود. لو فعلا ناوي انك تتعلم انجليش لازم تبقى مسؤول كفايه ان انت داخل الموضوع ده. ما ينفعش بعد شهر بعد شهرين تسيب كل اللي انت عملته في الشهرين دول في سبيل ان انت فاكر انك مش هتتعلم. ما ينفعش تضيع كل اللي انت عملته عشان خاطر انت فاكر حاجه ممكن ما تحصلش في المستقبل. وده اللي احنا اتكلمنا عليه الفيديو اللي فات. لو ما سمعتوش يا ريت ترجع تسمعه. لازم تحط نفسك في بيئة كلها انجلش، لازم تختلط بناس تدعمك وتشجعك، وطبعا يدوك طاقة إيجابية، لأن التفكير الإيجابي هو مفتاح إنك تتقدم أصلا. وخلي حياتك كلها انجلش في انجلش، من التليفون لتعاملك مع الناس في الباص وانت بتتفرج على الافلام اللي انت بتتفرج عليها الترجمة بتاعتها تبقى انجلش، فانت منها بتتعلم. وانت بتسمع اغاني لازم تدور على الليركس او الكلمات بتاعت الاغاني دي، فانت منها برضو بتتعلم. وانت بتسمع مسلسلات اجنبي، توك شوز مثلا، اي كلمه او اي حرف او اي حاجه ليها علاقه بالانجلش لازم يبقى معاك كشكول سل تشيله في ايدك، معاك قلم تكتب اي حرف يقابلك وانت ماشي، اي كلمه انجليزي تكتبها وانت ماشي. فانت حياتك لازم تبقى انجلش عشان خاطر تدخل نفسك في المود ده. 3 شهور 4 شهور باذن الله هتلاقي نتائج تبسطك وتفرحك جدا. النقطه الثالثه اللي انا عايز اتكلم فيها هو ازاي هنتعلم انجلش. لو بصيت على عقلك هتلاقي فيه جزئين في عقلك، جزء العقل الواعي وجزء العقل اللاواعي. العقل اللاواعي بيبقى ورايا، العقل الواعي ده بيفتكر الحاجات الحياتيه اللي بتحصل يوميا. اي حد وانت ماشي مع اصحابك اتعرفت عليه النهارده ممكن تنساه بكره بعد بكره، لو حفظت رقم النهارده ممكن تنساه بكره. الكلام ده العقل اللاواعي مختلف تماما عن العقل الواعي. العقل اللاواعي لو اتحط فيه حاجه انت عمرك ما بتنساها، حتى لو بطلت تتكلمها او تعملها لفتره كبيره. لو فكرت فيها وانت صغير لما بتحفظ قران، انت القران دلوقتي ما بتفكرش فيه قبل ما تقول. اللغة العربية عامة
او لغتك انت مش بتفكر قبل ما تتكلم. فكل الحاجات دي محطوطه في العقل اللاواعي. عشان ابسط لك الموضوع، وانت بتتكلم عربي، انا لو كلمت واحد زميلي وقلت له انا رايح اشتري لبس من الحته الفلانيه، هيقول لي طب يا عم انت عايز تجيب من هناك ليه؟ من غير ما يفكر. الناس دي بتبيع اللبس غالي مثلا، او الكواليتي بتاعتهم مش كويسه، او كلام من هذا القبيل. لكن لو دي مش لغته هنفكر الاول قبل ما يتكلم. لو انت مش متعلم انجليش هتلاقي نفسك بتفكر في الكلام قبل ما تقول، الكلام بيتاخر فبتلجلف فما بتعرفش تخرج الكلام، فما بتتكلمش في النهايه. عشان كده احنا هندخل كل الكلام اللي احنا هناخده مع بعض من عقلك الواعي لعقلك اللاواعي، لانك لما بتحفظ كلمه او كلمتين ممكن تنساهم بكره او بعد بكره، لكن مع الاستمراريه احنا بننقل الكلام من عقلك الواعي لعقلك اللاواعي عشان يثبت في عقلك اللاواعي، وفي النهايه هتتكلم من غير ما تفكر. يعني مثلا دلوقتي انا واحد سايح وعايز اكلم حد واقول له بعد اذنك انا عايز اروح الاهرامات، من غير ما افكر excuse me could you help me please I just want to go to the pyramids I lost my way I don't know how to get there can you guide me or tell me what exactly do I have to go. فانا دلوقتي ما فكرتش قبل ما اقول اي حاجه من اللي انا قلتها دلوقتي. ليه؟ لان الكلام كله في العقل اللاواعي. انا حطيت في دماغي ان انا عايز اقول لحد انا محتاج اروح للاهرامات دلوقتي بس مش عارف الطريق. فالفكره هنا ان احنا مع بعض محتاجين ان احنا ننقل كل الكلام اللي انت متعلمه او اللي انت لسه هتتعلمه من العقل الواعي للعقل اللاواعي، بحيث ان انت ما تفكرش قبل ما تتكلم. الموضوع هياخد منك وقت ومجهود، ولكن في النهايه لو حصل انت شكرا هتتكلم انجليش زي الاجانب بالظبط. وده اللي احنا هنعمله مع بعض. اخر حاجه انا عايز اتكلم فيها هي فوائد تعلم اللغه الانجليزيه، او الانجليزي هيضيف لك ايه. واول حاجه لازم تفكر فيها هي فرص العمل. الانجليش هيفتح لك فرص عمل مهوله انت عمرك ما تفكر فيها. اي حد معاه مهنه ومعاه انجليش مرتبه ممكن يزيد الضعف او ممكن 3 اضعاف. لو انت شغال في فندق سيرفيس ومش معاك انجليش اكيد مرتبك مش المرتب اللي يرضيك، لكن لو معاك انجليش مرتبك هيزيد الضعف ويمكن 3 اضعاف كمان. انت لو معاك انجليش بس بدون اي مهنه انت مرتبك ممكن يوصل ل 25 و20 الف جنيه. هتشتغل كول سنتر في اي شركه، كول سنتر خدمه عملاء. ولو اشتغلت تاني سيلز ممكن مرتبك يبقى ازيد من كده كمان. الانجليش بيخليك منفتح على العالم اكتر واكتر، لانك بتتعلم حاجات من مصادر مختلفه، مصادر تانية، وهتستفيد انك هتستخدم الانترنت بكفاءه اكتر ب 80%. يعني 80% من الانترنت كله انجلش. انت متخيل الرقم؟ وده اللي هيضيفه لك الانجليش لما تتعلمه، وهيفيدك في انك تخلي مصادرك اكتر في التعلم. يعني كورسات، منح، اي جامعه بره بتدي منح معظمهم بيحتاجوا انجليش، لا بل بالعكس ده اكيد كلهم بيحتاجوا انجليش. ما اظنش ان في جامعه هتكون بتدي منح مش محتاجه انجليش، يعني ما اظنش ده، لان الانجليش اساسي في كل حاجه. واخر حاجه هي الترفيه. لما بتتفرج على افلام، بتسمع اغاني او حتى مسلسلات، ما بتحتاجش ان انت تترجم اي حاجه من الحاجات دي، بتفهم كل حاجه. فالانجليزي هو العصر والتطور. طالما انت هنا يبقى انت عاوز تطور من نفسك وحد هتكون ناجح في حياتك. فلو عجبك الفيديو اعمل لنا لايك، طبعا شير، واشترك في القناه وفعل الجرس عشان يجيلك تنبيه بكل جديد. تابعنا على الفيسبوك، انستجرام والتيك توك كمان. وكان معاكم محمد فتحي، سلام. Free audio post production by alphonic.com.